واهلا بيكم. بيبدأ فيلمنا مع بنت جميلة اسمها شاينا، وكانت عايشة مع عيلتها في كندا، وبرغم انهم عايشين في منتهى الفرحة والسعادة بس هي بتكون عكس كده تماما. دايما حاسة انها لوحدها وعايشة في عالم تاني، وكأنها بتدور على حاجة ومش لاقياها. وفي يوم وهي راجعة البيت ولما دخلت لقيت ابوها وامها قاعدين مستنيينها، وابوها بيقول لها هو انت معرفتيش باللي حصل؟ بنت عمك اتخطبت وجالها عريس زي القمر. وامها بتتدخل في الكلام وبتقول لها يا بنت لحد امتى هتفضلي كده؟ نفسي اشوفك عروسه واشيل عيالك وافرح بيكي. فبتتعصب عليهم وبتقول لهم انا قلت قبل كده محدش يكلمني في الموضوع ده مره تانية. وابوها سكت شويه وبعدين قال لها على فكره ابن عمك هيما جاي يخلص شغل هنا في كندا، واعملي حسابك بقى انت اللي هتروحي وتجيبيه من المطار. فبتقول له من غير تفكير لا روح انت، انا مش هروح في اي حته. لكن ابوها بدا يمثل عليها شويه دراما علشان يقنعها، لحد ما في الاخر وافقت انها تروح تجيب هيما. وفعلا قابلته في المطار ووقفت قدامه وبتقول له معلش بقى اتاخرت عليك. فبيضحك قوي وقال لها لا عادي يا ستي ولا يهمك، بس بصراحه كده انا مش مصدق نفسي انك كبرت وبقيتي بطل كده، ده انا حتى مش عارف مين اللي قدامي دي، كل حاجه فيك اتغيرت الا اسمك. وهي بتقول له لا ما تقلقش ده حتى اسمي غيرته. وهو طول الطريق عمال يبص لها وشكله كده حبها. وبعدين سالها فجاه ايه هو انت ناوي تتجوزي امتى ونفرح بيكي؟ فبترد عليه بكل برود وبتقول له دي حياتي وانا حره فيها. وبعدين سرحت شويه بخيالها لحد ما هو لاحظ انها في عالم تاني، فبقول لها يا بخته اللي واخد عقلك وطاير بيه ومش عارفه تنسيه. راحت بصله بطرف عينيها وبتقول له انت قصدك ايه بكلامك ده؟ قصدك يعني حب وحاجات من دي؟ لا 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 مفيش الكلام ده خالص. فبيضحك وبيقول لها عليا انا الكلام ده انا ظابط يا بنتي وافهمها وهي طايره واعرف اقرا الناس كويس قوي من عيونهم، مش ناويه بقى تقولي مين ابن المحظوظه ده. فسكتت شويه وبعدين فضلت تكلم في نفسها وتقول ده كان اسود يوم في حياتي يوم ما قابلته، لان من يومها حياتي اتقلبت. ولما لقيته مش ناوي يسيبها في حالها اضطرت انها تعترف وتقول له الحقيقه، وبدات تحكي له عن شخص كان في حياتها قبل كده. وهنا بنرجع لكام شهر لما كانت في الهند وفي فرح صاحبتها اللي كانت بتتجوز من ورا اهلها. وهناك بقى قابلت بطل فيلمنا ديفي اللي كان سايق توك توك وبيزف العريس والعروسه. والفرح كان عباره عن فيلم اكشن لوحده، لان اهل العروسه عرفوا ان بنتهم هربت وهتتجوز من وراهم، وفضلوا يجروا وراهم علشان الجوازه ما تكملش. في الوقت ده ام العروسه ما استنتش لحظه واخدت الرجاله بتوعها وطلعت تجري وراهم، لكن ديفي ولا فارق معاه ومفيش حاجه بتوقفه، وسايق التوك توك بتاعه باقصى سرعه وفضل يطير فيهم يمين وشمال. وفي لحظه واحده شد فرامل وشاينه وقعت في حضنه فجاه. والراجل بقى حبها من اول نظره، ومن ساعتها وهو مش سايبها في حالها وعمال يغازل فيها كل شويه علشان يلفت نظرها وتاخد بالها منه. والعروسه اخدت بالها من اللي بيحصل وبصت له قوي وهي مذهوله وبتقول له حاسب دي الدكتوره شاينه اعز صاحباتي. فبيقول لها ونعم الصحاب جت في وقتها علشان كنت عاوز اكشف على قلبي حالا عشان قلبي وجعني من ساعه ما شفتها. فبتقول له لا وانت الصادق دي دكتوره امراض نفسيه. وشاينه بتقول لصاحبتها ده شكله واحد متخلف ومحتاج يدخل مستشفى امراض نفسيه وما يخرجش منها ابدا. في الوقت ده ام العروسه بتكون وصلت المكان ومعاها الرجاله بتوعها، لكن ديفي مفيش حاجه بتوقفه وسحب العروسه وجري بيها على المعبد علشان تكمل الجوازه، وبيستعدوا علشان يعملوا مراسم الزواج. بعد كده ديفي اتصل بامها بكل برود وقال لها بقول لك ايه من غير سلام ولا كلام احنا في المعبد ومستنيينكم. وبالفعل امها وصلت وحاولت انها تمنع الجوازه، لكن في اللحظه الاخيره ديفي سلمهم السلسله والجوازه تمت. وانا بصراحه كده معرفش ايه علاقه السلسله باكتمال الجواز، ما علينا. وطبعا ام العروسه كانت مصدومه وبتقول له هي متضايقه، هو انت جبتني هنا علشان اشوفهم هما بيتجوزوا قدام عيني؟ يعني انت كده بتتحداني صح؟ رد عليه وهو بيضحك بكل برود وقال لها اه. وصاحبه بص له وقال له يا عم انت جبتها ليه؟ فبيرد عليه وهو مبتسم قوي وقال له انا جبتها علشان نستمتع كلنا وعلشان لما تخلفوا تحكوا بقى لاولادكم قصه حبكم المثيره. وشاينه كانت واقفه مصدومه من اللي هو عمله وقالت له انت مجنون علشان ممكن تحصل مصيبه وواحد فينا كان ممكن يموت. فبيرد عليها بكل ثقه وقال لها وايه لازمه الحياه من غير مغامره وتواجه اي حاجه بتخوفك؟ والعروسه ابتسمت قوي برغم كل حاجه بتحصل. فبتقول له المهم ان انت كنت السبب في جوازي من الانسان اللي انا بحبه، والاهم انك خليت امي تحضر جوازي، وبجد كنت هزعل قوي لو هي ما شافتش اللحظه دي. لكن امها مش ناويه تجيبها لبر وقالت لها وهي متعصبه لا انت بنت ولا انا اعرفك وحياتك هتبقى جحيم. وديفي بص لها قوي وقال لها خلاص الجوازه تمت واخرك وهاتيه. فبتتعصب جدا وضربت صاحبه بالقلم. وشاينه بصت له وهي مستغربه وقالت للعريس صاحبك ده راجل مش طبيعي ومخلوق بس علشان يأذي الناس. لكن العريس قال لها لا انت بتهيألك، ديفي ده اكتر واحد بيحب يساعد الناس بس هو دماغه مطرقعه منه شويتين وهو كده من يوم ما اتولد. وكل الاطفال بييجوا الدنيا وهما بيعيطوا الا هو اتولد وهو بيضحك. ولما كبر كان بيطلع سطح البيوت ويسوق العجله بتاعته على السور وكمان بيمشي بالعكس وانا شفته بعيني. وده غير ان الناس كلها
كلها بتكتب بايد واحده، انما هو بيكتب بايدين الاتنين، حتى الكمبيوتر ما سلمش منه، بيقلب اللابتوب ويكتب بالمقلوب، والناس بتخرج من الابواب لكن هو بيخرج من الشبابيك. وبنروح لديفي اللي لسه حاطط شاينا في دماغه وما استسلمش وبيفضل وراها، وبعدين جاب رقمها وفضل يرن عليها، لكن هي كانت بتطنشه في كل مره. وفي نفس الوقت بنشوف طفله اسمها ساره، وكل ما بتشوفه بتاخد منه فلوس، وهو كان دايما بيراضيها وبيديها اللي هي عايزاه، وابوها بينده عليها وسابته ومشي. بعد كده ديفي جاب من الاخر وقرر ان هو يواجه شاينا، ودخل عليها الكافيه وقال لها مش عيب عليكي افضل ارن عليك وانت تطنشيني كده؟ ينفع قصه حبنا تبدا بالتجاهل؟ فبتقول له هي متعصبه، بص يا جدع انت خليك بعيد عني وبلاش لعب العيال ده علشان ما ازعلكش وانا زعل وحش. في الوقت ده بنشوف مجموعه شباب بيتحرشوا بالبنات اللي موجودين في الكافيه، وهو كان واخد باله بس ما اتحركش من مكانه. وشاينا بعد ما اتعصبت عليه خرجت بره الكافيه، وهو خرج وراها بسرعه، لكن برضه اديته الوش الخشب وسابته ومشيت. فبيقرر ان هو يدخل الكافيه مره تانية، وهنا بدات اللعبه، ودخل عليهم زي الاسد ونزل فيهم تلطيش يمين وشمال وخلاهم كلهم متكومين على الارض، واللي بيقابله بيحصل اللي قبله. وفضل يزعق في الناس اللي موجوده في المكان وقال لهم مش عيب عليكم ان البنات يحصل فيهم كده قدام عينيكم وانتوا قاعدين تتفرجوا زي الخرفان. وواحد من العيال عمل فيها بطل الابطال ووقف قصاده وقال له ورينا انت بقى يا ذكر هتعمل ايه؟ انت ما تعرفش انا ابن مين؟ فبص له من فوق لتحت وقال له لا والله ما حصليش الشرف، طب عرفني كده انت مين؟ وما استناش رده وشمر كمه وفين يوجعك ونزل فيهم ضرب لحد ما كسر عظمهم. والبنات وكل الموجودين كانوا مبهورين باللي هو بيعمله، وكمان صوروه فيديو ونزلوا الفيديو ده على اليوتيوب، والفيديو انتشر والكل شافه والناس فرحت باللي هو عمله. بس طبعا الشرطه وصلت المكان وقبضوا على ديفي، والفيديو كان بينتشر اكتر واكتر وهو كان محبوس وكان قاعد في السجن ومستني مصيره. في الوقت ده شاينا شافت الفيديو بالصدفه واعجبت بشجاعته وعرفت ان هو راجل بجد وبيحب يساعد الناس حتى لو هو هيودي نفسه في داهيه، فبتقرر انها تساعده وتروح له علشان تخرجه من السجن. وفعلا بتروح له القسم، وهو لما شافها قال لها اكيد بقى الحب ولع في الذره ومش قادره تعيشي من غيري صح؟ لكن وهي هناك فجاه لقيت ابوه داخل القسم ومتعصب جدا وبيزعق للظابط وبيقول له ابني فين يا باشا؟ الظابط قال له ادفع الكفاله الاول وخده وامشي بدل ما يقضي بقيه حياته هنا. وابوه بص للظابط قوي وقال له نعم يا اخويا، اخد ايه؟ لا والله انا جاي اتبرع بيه للدوله، ده قلب لكم السجن صاله ديسكو. طبعا ديفيد جنن وعمل فوضى في القسم وقلب المكان كله على الظابط. وفي الاخر الظابط لما زهق من اللي هو بيعمله خلاه يخرج هو وابوه وكمان شاينا من غير ما يدفعوا ولا مليم، وبعدها راحوا عشان يسكروا ويرقصوا ويتدرمغوا على الاخر. وديفي بيدي ورقه لشاينا فيها عنوان بيتهم، قال لها لما تشوفينا كده متسطحين على الارض ومش عارفين نتحرك يبقى انت بقى روحينا البيت. وفعلا شاينا اخدتهم ووصلتهم البيت وهم متبهدلين على الاخر، وامه كانت واقفه مستنياهم وطبعا ما سكتتش وفضلت تهزقهم بالكلام. لكن فجاه وفي وسط الدوشه شاينا لاحظت انجازاته اللي كانت كلها رياضه وشهادات تقدير، بس برغم كده كان شاب فاشل وعواطلي ومالوش اي شغلانه. وامه بتقول له نفسي بقى اشيل عيالك قبل ما اموت بدل ما انت قاعد لي زي ذكر البط كده لا شغله ولا مشغله. وبعدين بتسال شاينا هو انت متجوزه يا بنت ولا لا؟ فبتقول لها لا والله لسه ما لقيتش الانسان المناسب. فضحكت قوي وبتاخدها في حضنها وقالت لها انت من النهارده خطيبه ابني، وبتتصدم من كلامها وقالت لها خطيبه ابنك ايه يا حاجه؟ هو انا وافقت اصلا؟ قالت لها والنبي يا بنتي توافق عشان خاطري وشكلكوا كده لايقين على بعض. ومع الوقت بدات تحبه واعجبت بشخصيته، وكل ما تخرج من اي مكان بتلاقيه واقف قدامها ومستنيها. ومن هنا بدات قصه حبهم، ودايما بيقضوا وقتهم سوا وبيستمتعوا بكل حاجه مع بعض لحد ما قرروا انهم ياخدوا خطوه رسميه. وديفي راح لابوها علشان يخطبها، وابوها بعد ما قعد معاه بيساله انت شغال ايه يا ابني؟ ديفي رد عليه بكل ثقه وقال له مش شغال ولا حاجه يا عمي، ومن الاخر كده محسوبك عواطلي. قال له امال سيادتك هتصرف على بنتي منين؟ انت لازم يكون ليك شغلانه. وديفي قال له بص يا عمي انا مبدئي في الحياه تعيش يومك وتنسى همومك وواجه مشاكل الحياه واقلع هدومك. وبعدين قال له شغل ايه يا عمي اللي بتسالنا عليه؟ انا سبت اكتر من 30 شغلانه قبل كده علشان الشغل كله قرف وتعب. وابوها قال له طب ما انت لازم تشتغل علشان تصرف على بنتي. فبيقول له انتوا كده بقى طمعانين فيا وبلاها منها الجوازه دي. وبعدين سابهم ومشي. لكن شاينا بتجري وراه وبتقول له ما تزعلش هو برضه ابويا هو عايز يطمن عليا. بص لها بعصبيه قوي وقال لها يعني ايه يطلب مني الطلبات دي؟ هو هتكون انت كمان عايزاني اشتغل؟ فبصيت له قوي بتقول له ايوه لازم تشتغل اي حاجه المهم نتجوز. وبعدين فكر شويه وقال لها حاضر يا ست هشتغل عشان خاطرك انت بس يا مزة قلبي. وفعلا بينزل شغل وبدل الشغلانه 10 بس ولا وظيفه كمل فيها يوم واحد، وكل ما يروح شغل يزهق ويمشي. ولما شاينا ما عجبهاش الوضع قابلته وبتقول له انت ليه سبت الشغل ومش عارف تثبت نفسك في اي وظيفه؟ قال لها تخيلي المدير الظالم المفتري علشان بس اتاخرت ساعتين 3 4 5 قال لي ما تتاخرش تاني. تخيلي بيقول لي كده. فكسرت عليه المكتب فوق دماغه وسبته ومشيت. وبعدين سالته طب هتعيش ازاي
وانا كنت فاكراك هتتغير وتكون مسؤول وتفتح بيت ونجيب اطفال ونعيش زي بقيه الناس. فرد عليها بكل برود وقال لها طبعا هنستمتع بحياتنا وهنتجوز ونجيب اطفال، بلا شغل بلا وجع دماغ. فبتقول له حلو قوي، وهنصرف ازاي؟ ولا عايز تعيش معايا في بيت ابويا لا مؤاخذه زي الحريم وهو اللي يصرف علينا؟ فبيتصدم من كلامها وقال لها انا متاكد انك بتحبيني، بس انا مش هغير حياتي علشان حد. في الوقت ده قررت انها تسيبه وتبعد عنه، وبعدين سابته ومشيت، ومن يومها اختفى تماما، لا اتصل ولا سال عنها. وبنرجع للوقت الحاضر وهيما بيسالها انت لسه بتحبيه؟ ردت بمنتهى الحزن وبتقول هو في حب بيتنسي؟ وبعدين هيما بدا يحكي لها عن حياته، وكان ليه قصه تانية خالص، وكان في حياته شخص بيكرهه كره العمى، والشخص ده ما كانش عادي، كان مجرم محترف وبيعمل عمليات سرقه وبالملايين، وثروته من كل سرقه قام بيها ممكن تكفي بلد بحالها، وما يعرفش اي حاجه عنه غير اسمه وبس. وبنعرف ان الحرامي ده اللي مجنن البلد كلها ومحدش عارف يقبض عليه او يعرف هويته، يبقى هو ديفي اللي اتحول من شخص عادي لاخطر مجرم في البلد كلها، واللي كان دايما بيلبس ماسك ويبدا يخلص مهمته ويدور على سرقه تانية، لحد ما الظابط هيما شغل دماغه وفكر شويه وقال ان الشخص ده دايما بيسرق الناس الاغنياء اللي في البلد، وكل مره بيختار يوم بيكون فيه احتفالات والناس كلها بيكونوا في الشوارع، وبكره بقى عيد الاضحى واكيد هينزل يسرق واحد من رجال الاعمال. وفعلا تاني يوم ديفي دخل على الضحيه وبيصحيه من النوم وبيقول له صلاه العيد خلصت يا باشا وانت لسه نايم يا اسطى؟ كل سنه وانت طيب. والراجل يتفزع وديفي رش في وشه مخدر وراح نايم تاني، وبيضحك قوي وقال له يعني انت نايم كل ده وما تصحاش غير لما انا اجي؟ وبعدين سرقه وهرب من المكان بسرعه، وفجاه لقى هيما واقف في وشه هو والرجاله بتوعه، وكان واقف قدامه زي القضا المستعجل، وطبعا فضل يجري وراه بكل سرعته، لكن ديفي كان اسرع منه وكان لسه خلاص هيهرب منه، لكن هيما ضرب عليه طلقه جت في كتفه، وديفي جري ناحيه القطر وفجاه اختفى، وفضلوا يدوروا عليه لكن كان فص ملح وداب. وهنا اللعبه بدات، بس المره دي مفيش هزار. وبعد فتره الظابط هيما بيقول لرجالته الواد ده اختفى بقاله فتره طويله ومحدش عارف مكانه ولا عارفين هو بيخطط لايه، بس من النهارده انا اللي بقول لكم محدش فيكم يدور عليه مره تانية، علشان الرصاصه اللي اخدها في كتفه هتخليه هو اللي هيدور عليا المره دي وهيجي لي برجله. وفجاه الموبايل بيرن وديفي بيتصل عليه وبيقول له ازيك يا هيما يا حبيبي، فاكر لما انت ضربتني؟ بس ولا يهمك انا مش زعلان منك عشان باين عليك انك غلبان وعلى نياتك وفرحان قوي انك ضربت عليا طلقه، وفي المقابل بقى انا رديتها لك ب1000 عمليه سرقه وانت يا عيني محلك سر، واللي فات هزار واللي جاي بقى ضرب نار. ومن الاخر كده بلاش تتعب نفسك وتدور عليا علشان انا بظهر واختفي بمزاجي، وكل ما تحاول تقرب هتلاقيني بعدت عنك اكتر واكتر، ومش بعيد في يوم هجيلك واخدك بالحضن وبرضه مش هتعرفني. وهيما في الوقت ده مسك اعصابه وقال له مش عارف ليه انا حاسس ان انت قريب مني جدا. وديفي ضحك بكل سخريه وهو واقف فوق الكوبري وهيما كان تحت الكوبري، وقال له صح احساسك في محله، بس انا دايما هفضل فوق وانت هتفضل تحت، ده انا حتى لو وقفت قصادك دلوقتي وبصيت في عينك ومديت ايدي وسلمت عليك برضه مش هتعرفني. عارف ليه؟ عشان انت فاشل. وفضل يقول له يا فاشل يا فاشل لحد ما الكلمه رنت في ودنه وعلقت في دماغه زي الشبح. وبعدين هيما فضل يفكر في الكلمه دي لحد ما اكتشف حاجه غريبه، ان كلمه فاشل لما حولها الارقام هتطلع رقم 7377، وده رقم رحله الطيران اللي هو جه فيها ووصل كندا. وفضل يقول يبقى هو اكيد موجود في كندا ولازم الاقيه باي طريقه. وفجاه لما كان مع شينا بيلاقي حد بيقرب منه وخبط في كتفه وقال له معلش يا باشا تعرف المستشفى دي فين؟ وهيما لف بسرعه لقاه قدامه وقال له لا والله انا ما اعرفهاش. وطبعا شينا لما شافته قدامها اتجمدت في مكانها ووشها اصفر كانها شافت عفريت، وديفي ما كانش عارفها ولا كانه شافها قبل كده. وبعدين سالها على عنوان المستشفى، وشينا بقى رغم الصدمه وصفت له الطريق وهو سابها ومشي ولا كأن حاجه حصلت. بعدها رجعت البيت وهي مش قادره تستوعب ان هو ما عرفهاش، وبتحكي لاختها اللي هي شافته، ومن غير اي تفكير بتقرر انها تروح المستشفى. وهناك بقى كانت الصدمه، الدكتور بيقول لها ان الشخص ده عنده حاله فقدان للذاكره ومش متاكد بقى الذاكره هترجع له ولا لا، فبتقول له خلاص انا اللي لازم اكون معاه، ولو في اي امل ان الذاكره ترجع له فانا الوحيده اللي ممكن اساعده. والدكتور بعد ما سمعها بيوافق ان هو يروح معاها. وبعدين دخلت الاوضه وديفي كان قاعد هناك وكان هادي جدا كانه شخص غريب عنها تماما. وبعدين بص لها وسالها باستغراب انت مين ومحتاجه مني ايه؟ وهي بقى واقفه مصدومه ومش مصدقه اللي شايفاه، وبتقول له وهي زعلانه احب اعرفك بنفسي انا الدكتوره شينا اللي هكون مسؤوله عنك الفتره اللي جايه، وانا هاخدك معايا البيت علشان تكون تحت عيني طول الوقت، لازم حالا اروح اخلص اجراءات خروجك وهرجع لك تاني. بعدها بيتصل بالدكتور وبيقول له الف شكر يا دكتوره، تسلم ايدك على التقرير اللي انت زورته علشان كل اللي انا مخطط له حصل بالحرف الواحد. بعدها بترجع له مره تانية علشان تاخده وتمشي، وبتقول له انت اكيد مستغرب انك هتعيش معايا، بس لازم تعرف ان انا الوحيده اللي عارفاك وممكن تقعد معايا فتره، وانا متاكده ان الذاكره هترجع لك مره تانية. وفعلا بيروح معاها البيت، واول لما دخلت بتاخد ابوها على جنب وبتقول له ديفي فاقد الذاكره. قال لها بجد؟ طب تمام، وجبتيه هنا ليه؟ بتقول
الشغل علشان اساعده والذاكره ترجع له مره تانية، وفي المقابل هتجوز هيما واخليه يحس بالندم. بعدها بتبدا تعرفه بالعيله واللي من ضمنهم هيما، وديفي اول لما شافه بيقرب منه وبياخده بالحضن وبيفتكر الكلام اللي قاله له في التليفون لما قال له اول لما هشوفك هاخدك بالحضن وبرضه مش هتعرفني. وبعد كام يوم هيما كان عامل اجتماع مع رجالته وبيقول لهم ان في راجل اعمال اسمه شيف، وده يبقى ابن اخو الوزير وقرب يوصل لكندا، وده بقى نفس الشخص اللي ديفي سرقه قبل كده واكيد هيكون هدفه الجديد، واحنا بقى لازم نسبقه ونمسكه قبل ما يعمل اي حاجه. وفي نفس الوقت شيف بيوصل كندا لكن بيكون في حاله خطيره وتعبان جدا، وبعدين بيدخلوه المستشفى والدكاتره مش عارفين ينقذوه، والدكتور بيقرب منه وهو بيموت وبيقول له لا ارجوك ما تموتش علشان ديفي هيكمل شغل ازاي من غيرك. لكن في الاخر شيف بيموت وكل الدكاتره خرجوا وبيعلنوا خبر وفاته. بعدها الدكتور فتح الدولاب وكان بيجهز نفسه علشان يخرج، لكن اول لما قفله بيلاقي شيف واقف قدامه، وطبعا الدكتور مصدوم ومش عارف ايه اللي بيحصل، وقال له ازاي انت المفروض ميت. وشيف رد عليه وهو مبتسم وبيقول له انا كنت كاتم نفسي واقدر اكتم نفسي لمده 15 دقيقه بحالهم. وساعتها الدكتور بيتوتر وبيرجع كام خطوه لورا، لكن شيف بيتعصب وبيمسك الدكتور وفضل يضرب فيه علشان يعترف على مكان ديفي، بس في الاخر الدكتور مات في ايده قبل ما يعرف اي حاجه عنه. بعد كده شيف بيكون قاعد بيكلم في نفسه وعمال يقول انا كنت متاكد ان الواد ده اكيد بيخطط لحاجه وفلوسي كلها هتروح قريب، ده انا شكلي كده داخل على ايام سودا. في الوقت ده ديفي راح يقضي سهره مع شاينا وطلب منها انها ترقص معاه، وهي طبعا مكسوفه انها ترقص معاه، فضلت رافضه ومش عايزه تقوم من مكانها لحد ما في الاخر وافقت ونزلت معاه رقص للصبح. امال يعني لو ما كنتش مكسوفه كنت هتعملي ايه؟ المهم بعد ما خلصوا السهره ديفي بيطلع المشروب بتاعه وبيقول لهيما لازم تشرب معايا النهارده، فرد عليه وقال له لا يا عم اشرب انت، انا ماليش في الشرب ولا ليا في الحاجات دي. قال له يا جدع عيش حياتك، مالك كده مقفل ولا انت دماغك خفيفه؟ قال له لا 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 حاسب، ده انا اشرب المحيط وما اسكرش. وفي الاخر شربوا هما الاثنين وهيما طقل في شرب حبتين واتسطل وبقى طينه على الاخر، وساعتها وقع في الكلام وقال له على كل حاجه، وبيقول له انا عامل كمين للحرامي اللي لسه معرفش اسمه لكن انا سميته الشيطان، والكمين ده هيبقى في الحفله بتاعه الوزير، وساعتها هقبض عليه وارميه في السجن بايدي، وبعد ما اخلص منه هتجوز شاينا ونعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات. فبيقول له طب ليه تعب نفسك كده؟ ويا سيدي اعتبرني انا الشيطان واقبض عليا حالا علشان تتجوز شاينا، يلا مستني ايه؟ فبيضحك قوي وبيقول له عيب انا اقبض عليك، ده انت اخويا وصاحبي وانا بعزمك انت وشاينا في الحفله علشان بقى تشوف اخوك وهو بيقبض على الشيطان. قال له جدع وانا هسقف لك. وتاني يوم ديفي كان بيجهز خطته وحط رصاصه في قلم روج وخباه في شنطه شاينا وراح الحفله، وهناك بنلاقي شيف كان قاعد مع رجال اعمال من امريكا وبيعمل صفقه ضخمه جدا ب 50 مليار دولار وخلص معاهم بنجاح. وفي اللحظه دي هيما جات له مكالمه وبيعرف ان مواصفات الشيطان هو نفس مواصفات ديفي اللي قالب عليه الدنيا. وفي الوقت ده بدا يركز في المواقف اللي حصلت ما بينهم وبدا يربط الاحداث ببعضها، وفجاه فهم الحقيقه وبيتصدم وبيقول لنفسه يا نهار ابوك اسود، ديفي هو الشيطان وانا بقى كنت مجرد قطعه شطرنج وهو بيحركها في وقت ما هو عايز. وكل حاجه بدات توضح قدامه وبيعرف ان شاينا ليها علاقه بديفي وبيفهم ان هو حبيبها القديم اللي هي حكت له عنه لما كانوا في المطار، ومن غير اي تفكير بيجري بسرعه على اوضه الاجتماعات اللي فيها شيف وكل رجال الاعمال. وديفي بقى كان سابقهم كلهم ودخل القاعه زي الاسد وضرب طلقه مخدره نيمت كل الموجودين في المكان، لكن شيف طلع مش سهل وقبل ما يقع شال القناع من على وش ديفي وشافه على حقيقته. وبعدين ديفي لم الفلوس وكان لسه خلاص هيهرب منهم، لكن في الوقت ده بتظهر شاينا فجاه قدامه وبتقول له كفايه بقى تمثيل وشكلك كده انت مش فاقد الذاكره، وانت ليه بقيت كده وليه سايبني الفتره دي كلها؟ وقبل ما يرد عليها هيما دخل عليهم وقال له مش قلت لك ان الشيطان هيجي النهارده ونهايته هتبقى على ايدي وخلاص بقى حكايتك خلصت وسلم نفسك حالا. وديفي بص لهم قوي وبكل بساطه مسك شاينا ورفع عليها السلاح اللي بتكون في قمه الصدمه لما بتعرف ان هو مجرم، وبيقول له حركه كمان وهخلص عليها، وبعدين بينط من فوق المبنى وبيحاول يهرب باي طريقه. ومن هنا بتبدا الحرب بينه وبين هيما، فبيركب اول اتوبيس قدامه لكن هيما بيفضل يجري وراه وبيطلع على الاتوبيس وديفي بيزقه وبيوقعه وبيفضل مكمل في طريقه. وبعدين بيلاقي طياره قدامه وبيفجرها، وبعدين بيدخل على العربيات اللي كانت بتجري وراه وبيقلبها كلها فوق بعضهم، وفجاه بيلاقي هيما واقف قدامه في نص الطريق زي القدر مستعجل ومعاه قوه كبيره وكلهم جاهزين للهجوم، وكان فاكر ان خلاص هيقبض على ديفي ومش هيقدر يهرب منه. لكن طبعا ديفي ولا بياكل معاه الكلام ده وكسر الحديد بتاع الكوبري ونط في الميه والفلوس كلها طارت في الهواء. وهنا بقى هنعرف ليه هو اتحول من شخص عادي وبيساعد الناس لوحش مدمر وما بيرحمش حد والدنيا كلها مقلوبه عليه. وبنرجع لكام شهر وفي نفس اليوم اللي اتخانق فيه مع شاينا وقرر ان هو يتغير وينزل شغل ويعمل فلوس بالحلال، وكان رايح يشتري هديه علشان يصالحها، لكن وهو خارج من المحل بتحصل الصدمه وبيشوف اتنين من جيرانه واحد ومراته انتحروا قدام عينه ووقعوا من فوق، وكان
وكان في ايديهم ورقه، وطبعا ديفي واقف وفي قمه الصدمه. وبعدين قرب منهم ومسك الورقه وبدا يقراها، وكانت قصه في منتهى الحزن عن اب وام عايشين حياه بسيطه مع بنتهم الصغيره ساره اللي كانت دايما بتاخد منه فلوس كل ما تشوفه. لكن في يوم وليله كل حاجه اتدمرت، والبنت جالها ورم في المخ، والعمليه كانت غاليه جدا، والاب والام عملوا كل حاجه علشان يجمعوا الفلوس دي، لكن في الاخر ما عرفوش. وحتى بنتهم الصغيره فضلت تشحت في الشوارع علشان تجمع فلوس العمليه، وفي الاخر حسوا باليأس وبنتهم بتضيع منهم. وبعدين كتبوا في اخر الجواب: ارجوكم انقذوا بنتنا ساره من الموت. وديفي اتأثر من حكايتهم، وفي الوقت ده اتغير تماما، وبيقرر ان هو يساعد الطفل قبل ما تموت. وفعلا بيروح المستشفى وبيقرب من ساره اللي كانت قاعده والمرض اتمكن منها تماما، فبيقرب منها وخدها في حضنه، وحلف ان هو مش هيسيبها ولا هيتخلى عنها. واول حاجه بيعملها بيبيع المكنه بتاعته وكل حاجه بيملكها، وبعدين بيروح عند ابوه اللي اتبرع بكل حاجه وبيديله الفلوس علشان يساعد الطفله. وبعدين بيلف على كل الناس الغلابه وبيطلب انهم يساعدوه. وبعد ما جمع الفلوس اكتشف ان هو لسه ناقص 11000. وبعدها بيروح للدكتور وقال له: يعني انت هتسيبها هتموت عشان 11,000؟ والدكتور قال له: والله غصب عني ومفيش في ايدي اي حاجه اعملها، بس انا عندي حل، ممكن تروح للمدير وهو احتمال يساعدك. وفعلا بيروح لمدير المستشفى، وبنعرف وقتها ان هو يبقى شيف. وديفي بيسمع واحد من رجالته وبيقول له: يا ريس الصوره دي هتكلفك 100,000. قال له: ماله، اهم حاجه شكله برستيجي في المجتمع. وديفي طبعا كان واقف وسمع ارقام كبيره بتصرف في حاجات تافهه، وقال له: يا باشا انا بطلب منك 11,000 بس علشان انقذ حياه طفله ممكن تموت في اي وقت. والشيف بعد ما سمعه حط ايده في جيبه وطلع ورقه ب100 واداها له، وفضل يضحك عليه وقال له: ابسط يا سيدي، اديك اخدت اللي فيه النصيب، اخلع انت بقى. ومن اللحظه دي بنشوف ديفي اقسم ان هو مش هينسى الحركه دي ابدا. ولما الدنيا اتقفلت في وشه راح لام العروسه اللي اتحداها في اول الفيلم وخلى بنتها تتجوز غصب عنها، وقال لها: انا محتاج منك 11,000. فبتقول له: لا انسى، بعد اللي انت عملته فيا نفسي اقطع رقبتك، ولو انت عايز فلوس انزل على ركبتك وتوسل ليا. وديفي من غير ما يفكر فعلا بيعمل كده، وقال لها: ابوس ايدك اديني فلوس في اسرع وقت. ولما هي عرفت اللي حصل للطفله ساره اديت له كل الفلوس اللي هو محتاجها، وجري على المستشفى وفضل مستني لحد ما هي تعمل العمليه. وفعلا العمليه نجحت، والطفله بتفوق من المخدر وبيعرف انها بقت كويسه، فبيقرب منها وهو فرحان لما شافها قدامه وان العمليه نجحت. بعد كده كل اصحابها في المستشفى واللي عندهم نفس المرض كلهم اتجمعوا علشان يزوروها ويطمنوا عليها. وديفي بقى في الوقت ده فضل يقول: هو انا انقذت بنت واحده بس، طيب بقيه الاطفال اللي زيها هنعمل فيهم ايه؟ وصاحبه بيقول له: انت اتجننت ولا عقلك فوت؟ انت هتجيب منين الفلوس علشان تعالج كل دول؟ فبيقول له: انا طول عمري عايش في حالي وبحب اساعد الناس ومن غير مشاكل، لكن من النهارده يا اهلا بالمعارك، وهدخل في حرب مع ناس كتير واكلين البلد، وقعد مني هساعد بقيه الاطفال دول كلهم، ولازم كلهم يتعالجوا هم كمان. وبعدين بنعرف ان دي القصه اللي بيحكيها ابو ديفي، وشاينا عرفت منه كل حاجه لما راحت له علشان يثبت لها ان ابنه عمل كده علشان ينقذ كل الاطفال. بعد كده بنشوف ديفي رجع تاني لنفس الجنان بتاعه ومقضيها سهر ودرمغه، وعمال بيحتفل ان هو هرب من الضباط، وبيتفاجئ بهيما وهو واقف قدامه وبيساله: انت وديت الفلوس فين؟ فبيقول له: فلوس ايه يا باشا، الفلوس كلها وقعت في الميه والسمك بقى زمانه كلها، روح خد لك غطس ولمهم من تحت الميه. فبيقول له: بقول لك ايه، انت شكلك كده ما تعرفنيش وانا مش هسيبك، وقريب قوي هرميك في السجن. قال له: سيبك من الكلام ده، انا عايز اقول لك على سر خطير، يوم 14 نوفمبر انا هسرق 500 مليون دولار، ويلا بقى حضر نفسك ووريني ازاي هتمنعني. في الوقت ده شيف جاله الخبر وكان مجهز نفسه ومستنيه، وفي نفس الوقت الضابط هيما كان واقف من بعيد وعمال بيراقبه وشايفه عمال بيتحرك قدامه رايح جاي، وفضل مستني كتير وهو شايفه قدامه والوقت عمال يعدي، فبيحس ان في حاجه غريبه بتحصل وبينزل بسرعه وبيجري عليه، وبيكتشف انها كانت خدعه من ديفي، وان كل ده عباره عن تقنيه اسمها الهولوجرام. في الوقت ده ديفي بيكون راح للمقر بتاع شيف، وشيف كان مجهز له كل الرجاله بتوعه، لكن على مين دخل المكان ومسح الارض باول 2، ودخل على الثالث وضربه في عينه، والرابع اخد الضربه القاضيه وطيره، والباقي عمل منهم شاورما، لحد ما في الاخر كلهم اتكتروا عليه ونزلوا في ضرب ورموه من فوق وبيقعوا على الارض. وشيف خرج من مكانه وهو فرحان قوي وافتكروا ان هو مات، وقال: ياه اخيرا خلصت منك يا ابن الهرمه. لكن ديفي امن مكانه فجاه وبيقول له: لو انت بتكتم نفسك 15 دقيقه فانا اقدر اكتمه لمده ساعه. وشيف في الوقت ده بيتصدم من كلامه وبيقول له: يا عم الله يحرقك، مضغوط في داهيه بقى، بعيد عني ونفسي اعرف انت مين وعايز مني ايه. وديفي بص له قوي وبيشيل القناع من على وشه، وشيف يتفاجئ ان هو نفس الشخص اللي كان في الحفله وسرق فلوسه. في الوقت ده ديفي طلع من جيبه الورقه اللي ب100 وبيقول له: هي الورقه دي مش بتفكرك بحاجه؟ وهنا بدا الشيف يفتكر نفس اليوم لما جاله وطلب منه 11,000، لكن ديفي ما استناش عليهم وقعد يوزع ضربات عليهم يمين وشمال، ودخل على الرجاله بتوعه ونزل فيهم ضرب واحد ورا التاني لحد ما كومهم كلهم على الارض زي الخرفان. وقتها شيف بيقول له: انا هعمل اللي انت عايزه وهعالج كل الاطفال على حسابي، بس ارجوك سيبني اعيش. وديفي كان لسه هيوافق، لكن فجاه شيف غدر بيه وعوره في رجله. في
اللحظه دي ديفي بيتجنن عليه وبيقول له خد بقى كده الورقه بتاعتك، وبعدين بيشيله وبيكسر عليه الازاز لحد ما اتكهرب مكانه، وكل كهربا وانت طيب. وبعدين جمع كل الفلوس اللي في المكان واداها لابوه وبيقول له خد انت الفلوس وامشي وسيب لنا الحكومه، انا هصرف معاهم. وديفي خرج بسرعه وعمال بيجري والظباط كلهم بيجروا وراه وكانوا خلاص هيقبضوا عليه، لكن في الوقت ده اتجمع عليه كل الاطفال اللي هو انقذهم ودفع فلوس للعمليات بتاعتهم، وكلهم وقفوا معاه علشان يحموه وبيردوا له الجميل اللي هو عمله معاهم. وفي الاخر ديفي نفذ مهمته بنجاح. وتاني يوم القائد بيمسك خيمه وعمال يهزق فيه ويقول له يا فاشل يا فاشل، لا انت عارف تستخدم عقلك ولا عارف تستخدم قوتك، جاتك 60 خيبه واحنا محتاجين ظابط يكون مخه شيطان، ظابط محنك يشم ريحه المجرم من على بعد 20 كيلو. ومن الاخر كده انا جبت ظابط كفاءه يمسك لي المهمه دي. وهنا كانت المفاجاه الكبرى. عارفين مين الظابط ده؟ نعم يا ساده، انه ديفي بنفسه. وطبعا اول لما الاتنين بيتقابلوا فضلوا هما الاتنين بيضحكوا، وهيما قال له بص بقى يا ديفي يا اخويا، طالما قدرت تخدع الداخليه كلها واقنعتهم ان انت ظابط، يبقى انا بعترف ان انت الاستاذ وانا التلميذ، انت الاسد وانا الفار، وانا بصراحه كده مش قدك وبرفع رايه الاستسلام. وفي الاخر عايز اقول لك ده كان يوم اسود وما دخلت حياتي منك لله يا شيخ. وانا في نهايه الفيلم احب اقول ربنا يشفي كل مريض ويشفي كل اطفالنا وكل مرضى السرطان ويبعد عننا وعنكم كل شر يا رب العالمين. واتمنى اشوف رايك في تعليق، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وان شاء الله اشوفكم الفيلم الجاي. سلام.